العندليب والزعيم علاقة بدأت من طرف واحد. عرف الفنان الكبير عادل إمام بصداقته القوية بالعديد من نجوم الفن داخل مصر وخارجه، وهو ما حرص عليه منذ بداية مشوار الفن وطوال تاريخه الطويل. صداقة من طرف واحد في البداية هي العلاقة التي جمعت عادل إمام بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بحسب ما أكده الزعيم في تصريحات سابقة تطورت لاحقا ليجمعهما المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة. كان ذلك العمل الفني الوحيد الذي جمع بين الزعيم والعندليب في سنة 1973، ولكن توقف العرض الأول للمسلسل لأسباب وطنية بسبب حرب أكتوبر سنة 73. وفي لقاء قديم لعادل إمام مع الفنانة صفاء بالسعود ببرنامج سهرية، كشف الفنان عادل إمام صداقته مع عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى أن هذه العلاقة بدأت من طرف واحد عندما بدأ الزعيم يستمع إلى أغاني العندليب، موضحا أن أول قصة حب عاشها كانت مستوحاة من أغاني العندليب. وقال الزعيم عن العندليب: عبد الحليم حافظ كان حالة فنية شديدة الخصوصية، وكان قائد ثورة فنية، ولما حبينا نغني ما لقيناش غير عبد الحليم حافظ هو اللي قادنا للغنى. احنا حبينا على اغاني عبد الحليم حافظ، هو اللي علمنا الحب. كما اكد عادل امام انه كان دائم الزياره لمنزل عبد الحليم، وكان يرى معاناته الشديده مع المرض في ايامه الاخيره. وبدأت صداقة الزعيم والعندليب بعد عرض مسرحية مدرسة المشاغبين، ويروي عادل إمام عن ذلك بعد عرض مدرسة المشاغبين كان في إحدى الليالي يسافر إلى إحدى الأماكن العامة مع مجموعة من الأصدقاء، وتفاجأ وقتها بوجود العندليب في نفس المكان حيث رحب به العندليب وكأنهما صديقان قديمان، ومن هنا بدأت علاقة الصداقة بينهما.